اي حاجه ورقه طالع نضيف، ولو ورقه كان في اي قلم غلط كانت الحكومه كانت عاقبتها بيه النهارده. حضرتك ما كنتيش بتردي دايما على اللي بيسالوا القواضي كل شويه، لكن النهارده حضرتك طلعت لهم بالدليل. لا انا كنت برد واسالي حسام، بقيت اقول يجيبوا لي شهادات رسميه. تمام، حضرتك من النهارده وزارة جبت لهم الداخلية. الشهاده الرسميه. طبعا. ويا خوخه طبعا لو في اي شهاده كانوا طلعوها لها. ايوه يعني وكانوا جابوها المحكمه. ادينا اختي. وكانوا قالوا عليها الكلام اللي هم قالوا عليه احمد رجب والتاني نور علياء. كان لبست اللي هي فعلا بالوضع ده لكن هي ما فيهاش الوضع دوت. دي واحده حاجه بيت ربنا وطالعه عامله حجه. ازاي واحده بالوضع دوت ويقولوا عليها الكلام دوت؟ ما ينفعش. طب ماشي، خدي التليفون تاني يلا. انا بقول يعني ان حضرتك دايما بتقولي انا هرد بالورق وبالاثبات وبالدليل، كده حضرتك النهارده بتردي عليهم بالدليل. الجلسه اللي فاتت تتقدم اسمها ايه؟ الصفيحه ايه؟ الجنائيه لا اسمها كده، الصفيحه الجنائيه اتقدمت والفيش بتاعي لا شيء. الحمد لله. ما القاضي حكم ليه؟ لا شيء. عشان لا ورقه بس خلاص قولوا اللي انتوا عايزينه. الحمد لله. واطلعوا تاني وانا اعمل قواضي تاني. الحمد لله. وكل واحد هيتكلم كلمه هيتحاكم. انا مش ورايا حاجه. هتحاكمه. الغاليه اللي عندي ماتت، باقي على حد؟ لا. الصايع اخوها فين؟ وابوها الطفشان فين؟ طفشان. ايه احساس لما حد يقول عليكي حاجه مش فيكي؟ يعني ممكن مثلا حد يقول على حد حاجه وهي فيه مثلا وبيتضايق، ما بالك بقى لما تكون الحاجه اصلا مش فيكي؟ يعني مش فيكي قانوني وانا زي خدته قانوني. الكلام مش فيكي. أيوة. انا خدت حقيقه قدامكم. خدته قانوني. يقولوا واخده تاني قانوني، يقولوا تالت واخده قانوني. وكل اللي هيتكلم عليكي واي اعلامي تمسك هيجيب كلمه عليا او على شيماء، هاخد السدايه بتاعته واخد الفلاشه بتاعت كلامه واطلع بيها على النيابه. اللي يتكلم علينا عدل يتكلم، ما يتكلمش علينا عدل مش محتاجه تتكلم عليا. كان في مرافعه للنيابه العامه امبارح النوبه اللي فاتت. يعني ابرز الكلام. انت عارف ان احنا دايما عارفين النيابه العامه يعني محترمه جدا ودايما بتبرز. هي النوبه اللي فاتت كان في مرافعه، المستشار الجليل المحترم اشرف فرحات هو طلب 3-4 حاجات والراجل وقف على جنب. اتندى على اسم ابراهيم طنطاوي، عمل نفسه مش موجود. قاموا المحامين ولا 25 محامي. على فكره كان لصالحي، المنظر اللي شافه القاضي كان لصالحي مش ما ضرنيش. لا واحده ست وكذا محامي عليها. انا والمحامي بتاعي فقط لا غير. اخواتي طلعوهم من القاعه. بالعكس مشوهم كمان من المنطقه، قال لهم عشان الكاميرات. انا كنت فوق لوحدي تمام، انا والمحامي المحترم اللي العالم كله بيتكلم عليه. كلنا كنا قاعدين في الشارع تمام، انا وهو بس. هو اتقال على اسم ابراهيم طنطاوي، قام ولا 25 محامي. ايه ده كله؟ انت بترهب المحكمه ولا مجد الحشاش؟ محدش يقدر يرهب اصلا المحكمه. اتكلم في جزئين، لا انت جايبه لي مجد الحشاش والجلطات اللي كانت تحت، لا انت بتوري القاضي عضلاتك. طب اوداكوا ولبوكوا انتوا الاثنين وجنبكوا انتوا الاثنين مع بعض. الله يباركوا يا رب. والجوله الجايه الاثنين هجيبهم مع بعض، هدى وعليا ان شاء الله. بعديهم زي النهارده كده هجيب ايهاب جلال وجمال، ابقى شطبت على العصابه. ده مالك جوه، مالك جوه. النصاب اللي نصب على زمايله في 45,000 طول عمره هو بينصب. وقعد في اسكندريه طول عمره مستخبي في اسكندريه، لامم من المعلمين بتوعه 45,000 جنيه. مش انا بقول لك ده عايز يبيع دم بنته عشان فلوس. هي واتشاق مع الشباب كده عشان فلوس ولا حد ياخد جنيه. وانا مش عايزه لا حق مدني ولا حق حاجه، انا عايزه دم بنتي بس. حضرتك قلتي المره اللي فاتت انك دايما بتبقي رد فعل. انت حضرتك ده سبب إيه؟ قرار. انا فعل ولا رد فعل؟ رد فعل. ده سبب قرار المحكمه ان انت مثلا ما تتحاسبيش على اي كلمه قلتيها. لا، ان انت رد فعل، انت أيوة. ما بتبدايش طبعا. دايما على حاجه. هو اللي ينصرني النهارده انت حضرتك، وبعدين انتوا بتشوفوني على الميديا، هم لما بيتكلموا يبقى غصب عني لازم اطلع ارد. هم ما كانوش نفسهم اطلع ارد عشان يقدروا يخاطبوا الراي العام. اطلع ارد مرمطوا بشرفي.
المره الثالثه مرمطوا بكرامتي، بفكرك مرمطوا باسمي عشان بطلع ارد بجيب حق بنتي. هنا بقى الناس كلها تكاتفت وفهمت هم بيعملوا كده ليه، عشان يضيعوا حق بنتي. بالظبط. بنتي اللي اتفتفتت من ميه النار، بنتي اللي كانت اللون ده قالوا لما يتفتت من مية تحت النار. المشنقه. بنتي اللي بتشوفوها على الميديا جميلة الجميلات كانت اللون ده. ربنا يرحمها. ويا ترى جسمها جوه الكيس مقطع، ما هي ميه نار. انا اللي شفت وشها بس، شفتها اللون ده، فتحوا لها لحد هنا بس شافت وشها. شفتها اللون ده. ربنا يرحمها وان شاء الله حقها هيرجع باذن الله، وهتفرحي شفت اكتر من بنت الفرحه لوندا. دي ان شاء الله يوم تنفيذ ان الحكم. شاء الله برضه بإذن نفسكم الله. المره معانا، الثالثه بفكرك نفسكم معانا باذن ربنا. الاستاذ حسام وحضرتك والاستاذه نفسكم معانا، واحنا ما بنمشيش خطوه الا بنفسكم، نفس ربنا ونفسكم معانا. المره انتوا مش سايبيننا. الثالثه بفكرك لما وقعت في البلكونه وقعدت تقول يا رب يا رب يا رب حقي شتموا. يعني انت ايه رد أنا قلت فعلك لكم قبل دلوقتي كده. بعد الاستجابه؟ يا بخت من بات مظلوم ولا باتش ظالم، وانا اتظلمت من العصابه دي كلها. حتى اللي اتجوز بنتي ظلمني انا وبنتي وبنتها، وما ظلمش شيماء لوحدها. لا وبنتها ده بنتها كده سلاح قطاني، انا مش هنزل نقطه دم. حرم بنتها من امها وحرم أنا الام من بنتها. آلة واقفة عشان أجيب حق بنتي، إنما من جوه أنا اللون، وبنتها كذلك. طبعا يا تتنسي، يا تتنسي شيماء، ما تتنسيش ابدا. شكرا يا استاذ حسام على تعب. الف مبروك يا استاذه ماجده، الف مبروك لحضرتكم. ان شاء الله يعني نشوف الفرحه دي مره تانية باذن ربنا الله يبارك لكم يا يوم رب. الحكم باذن ربنا الله بتاع يبارك لكم شيماء. واحنا إن شاء الله. متشرفين إن شاء الله. بيكم. شكرا ليكم، احنا متشرفين شكرا بيكم. للرأي العام بأجمعه. مفيش مصر وسعودية وكويت، لا لا لا، شكرا للرأي العام كله اللي دعمني ووقف جنبي وسندني وقواني. أنا جبت حق كل واحد دعمني، جبت لك حقك ولو بتكتب كلمة ليهم الحجرة. أنا النهاردة فرحتك. أنا عايزة النهاردة المواقع كلها تولع على كلمة مبروك لقضاء مصر المحترم. تاني عايزة النهاردة كل المواقع تولع النهاردة على كلمة واحدة، شكرا لقضاء مصر المحترم. الحقيقه دايما القضاء المصري بيبهرنا بالعدل بتاعه في كل القضايا يعني اللي لا إحنا طالبة حق بنتابعها. الحكمات، ما انا ممكن واحدة عادية تاني ويتعمل عادي، مش كده هيجي لها حقها. عشان كده انا ما جبتش اسمي. شيماء برضه الله هيجيب يفتح. حقها. لا ان شاء الله شيماء يكتبوا برضه حقها لقضاء هيجي. مصر. شكرا ليكم، شكرا ليكم يا قضاء مصر المحترم وشرطتنا العظيمة المحترمة. شكرا. ان شاء الله ان شاء الله. شكرا ليكم برضه.